بيكم في مطبخ سوزي. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة هنعمل طريقة كيكة حلوة جدا زي ما انتم شايفينها كده جميلة. هنعمل ماربل كيك بكل سهولة بمكونات كلها موجودة في البيت. هتطلع معانا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه، لونها فاتح وهشة وطرية. بس يا ريت قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، تعملوا اشتراك ولايك، ويلا بينا على الطريقة. شوف الخلاط هنحط 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، يا ريت نكون مطلعينه قبل منها بشوية. عليهم باكو فانيليا، وكوباية وربع أو كوباية ونص حسب الرغبة، حسب المذاق بتاعكم اللي بتحبوه. هندوب المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما السكر بتاعنا يدوب. ما ضربنا السكر مع البيض، هنحط كوباية إلا ربع من الزيت، وهنضرب المكونات تاني مع بعض عشان كل مرة نتأكد ان السكر بتاعنا بيدوب. لما ضربنا المكونات كويس جدا، دلوقتي هنحط كوباية من الحليب عليهم معلقة من الخل، ونضربهم مرة تاني لحد ما الخليط بتاعنا لونه يفتح خالص يبقى مبيض. وفي المرحلة دي لازم نتأكد كويس جدا ان السكر بتاعنا داب. هنشوف كده مع بعض. بعد ما ضربنا المكونات كلها ولونها فتح بالمنظر ده، ودخلنا زي ما انتم شايفين الهواء فيها، هنحطها ببولة. بس اهم حاجة طبعا ننزل المكونات السائلة كلها لان دي من المقادير تعتبر. دلوقتي هنحط عليهم كوبايتين ونص بالكوب المعياري من الدقيق، وهنحط عليهم 3 معالق من النشا، ومعلقة ونص كبيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة من الملح، دي ما ننساهاش طبعا اهم حاجة. هندخل المكونات الجافة على المكونات السائلة عشان ندخل الهواء جواها. بعد ما نخلنا المكونات الجافة لازم طبعا نقلب الخليط بتاعنا كويس جدا بالمضرب السلك من تحت كده لفوق في اتجاه واحد. واهم حاجة نتأكد طبعا ان الدقيق بتاعنا اختفى نهائي عشان ما بقاش في اي تكتلات من الدقيق زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هنفضل نقلب فيها، وطبعا السمك بتاع الكيكة بتاعتنا ما بيبقاش سايل. لو حسيناها انها سميكة ممكن نزود معلقتين من اللبن. بعد ما قلبناها وتأكدنا طبعا ان الدقيق بتاعنا اختفى نهائي، هنكون محضرين صينية دهنينها بالزبدة ومبطرينها بالدقيق. مقاس الصينية دي يا حبايبي 26، ممكن في صينية 24 عشان تطلع عالية عن كده كمان. دلوقتي هنصب نص المقدار، والنص التاني هنضيف ليه كاكاو عشان تدينا الشكل بتاع الماربل. معانا 3 معالق من الكاكاو والخام. هنحط عليه الاول ربع كوبايه من الحليب، ونقلب كده تدريجيا، ما نحطش الحليب مره واحده. هنفضل نقلب فيه حبايبي لحد ما نخلص الربع كوبايه، ولو عايز تاني هنحط طبعا من الحليب تاني لحد ما يتكون معانا، تبقى عامله زي المعجون الكاكاو ذات نفسه مع الحليب. هنشوفه كده مع بعض. هنزود حليب تاني عشان طبعا هو محتاج زي ما انتم شايفين. دلوقتي بعد ما اتكونت معانا كده زي ما انتم شايفين، الكاكاو بقى عامل زي المعجون، بس يا ريت يا حبايبي تزودوا حبة لبن كمان، المفروض تبقى سايلة عن كده شوية. دلوقتي هنحطها على بقية الكيكة اللي هي بالفانيليا، ونقلبهم كده كويس مع بعض عشان نحطها على بقية الكيكة.
اقلب فيها كده زي ما انتم شايفين لحد ما لونها كلها تبقى بني، ويختفي طبعا اللي هو اللون الابيض. لونها بنحطها على بقية الكيكة. خلطناها كويس جدا، هنوزعها بقى على الصينية حوالين داير. اهم حاجة نوزعها بالتساوي كده بالراحة عشان ما يتخلطش ده على ده. لما حطينا الخليط البني على الابيض، هنديها خبطتين كده على الرخامة، وهنجيب عصاية الشيش طاووق ونلف حوالين داير عشان طبعا تدينا الشكل المربل. ونكون طبعا مولعين اهم حاجة الفرن قبل منها. هنولع الفرن من فوق ومن تحت، نحطها على الرف الوسطاني. هتاخد معانا ساعة الا ربع على درجة حرارة 180. هنشوفها بعد ما تطلع. حبايبي الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن وهديت طبعا بعد 10 دقايق، لما نقلبها على شبكة زي ما انتم شايفين الجمال ده، قد ايه هي طرية وهشة وريحتها خطيرة. مش هنقدر طبعا نقطعها نهائي وهي سخنة، هنسيبها تبرد تماما لحد ما نقطعها. دلوقتي بعد ما بردت خالص الكيكة بتاعتنا، تعالوا نقطعها كده مع بعض ونشوف الجمال ده. بصوا قد ايه هي طرية وانا بقطعها، وهشة وجميلة جدا. وطبعا زي ما انتم شايفين الارتفاع بتاعها مرتفع جدا، وريحتها قد ايه جميلة. بصوا الجمال بقى قد ايه هي هشة والمسامات بتاعتها صغيرة. بصوا الهيشان بتاعها، ولونها طبعا جميل جدا، وشكلها حلو قوي. تعال نقطع كده مع بعض ونشوفها من جوه شكلها ايه. بصوا قد ايه هي طرية. كده وصلنا لنهاية الفيديو. ايه رأيكم في الجمال ده؟ اتمنى طبعا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت برضو تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت تتابعوني حبايبي على صفحتي على الفيسبوك باسم مطبخ سوزي، واقول لكم سلام، باي باي.